أنا قررت أعمل البودكاست دي كلها مع أصحابي، يعني إمم. خلاص ما مش هندخل بقى إيه في ناس أغراب، هابتديها كده مع أصحابي الأول لحد ما أشد حيلي كده وأبقى مذيعة جامدة، إن شاء الله. وبعدين بقى إيه أقتحم عالم التصوير والإخراج. الإعلام. آمم، المهندسين شوية ناس كتير كده ومهندسين صح؟ مش إمم. إحنا كده والّا إمم. أنت إمم. إيه رأيك في نوعًا ما. إحنا بنعمل أي شغل، أنا باشتغل مذيعة أهو، إمم. إيه رأيك في القصة دي؟ بُصّي، هو أنا أعتقد إن الهندسة أسلوب تفكير مش مهنة، فبالتالي أنت أصلًا بتلاقي في مهندسين بيشتغلوا في الهندسة وبيعملوا shift career يروحوا يشتغلوا في حاجات تانية، فهي أصلًا أسلوب تفكير مش مهنة صريحة. ولكن أنا باشوف إن الهندسة أكتر حاجة أنت بتتعلمها إن أنت تعرف تحل مشاكل. فأنت بتحل مشاكل سواء كdesign أو سواء كtechnical drawing أو حتى كbusiness. mindset خلاص أنت mindset. إمم. يعني problem solving صح صريح، كده؟ صريح. آه. طيب والناس اللي بتتكلم على إن المهندسين لهم prestige كده مختلف وبيفهموا في أي حاجة، مش إحنا بنعرف نكتب روشتات طبية والله. وبنوصف الأدوية وكل حاجة بُصّي، عادي هو إحنا ممكن نعمل brain surgery مش كده؟ أعتقد إن إحنا يعني إحنا مع الوقت اكتشفنا اكتشاف إن في ناس كتير أوي شاطرين في كل المجالات. بس إحنا غالبًا في الهندسة بيقولوا لنا وإحنا في الجامعة إن أنتم مختلفين عن الناس، وأعتقد إن كل الكليات بيقولوا لكل الطلبة أنتم مختلفين عن كل الناس. آه. بس هو فعلًا يعني مع الشغل والحياة اكتشفنا إن اللي مختلف، مختلف، حتى إمم. لو مش متعلم فهو مختلف. هو إمم. في ناس شاطرة في أي مجال، وفي ناس مش شاطرة حتى لو معاهم ماجستير ودكتوراه. هي إمم. الشطارة دي شيء مش مرتبط باللي أنت بتتعلمه، بس مرتبط إن أنت شاطر أو مش شاطر. بدليل إن إحنا بنشوف رجال أعمال مش متعلمين مدغدغين الدنيا، وبنشوف ناس متعلمين تعليم كويس جدًا بس هم مش قادرين يحققوا أي حاجة في حياتهم. فهو لأ، الشاطر شاطر في أي مجال. نقول مثلًا إنه ذكاء مهني أو ذكاء اجتماعي. لأ، هو الذكاء كلمة عامة. لو أنت واحد شاطر بس عندك غباء اجتماعي هتفشل. إمم. لو أنت واحد عندك ذكاء اجتماعي بس ما عندكش add value إمم. هتفشل. فخلّينا ناخد الموضوع من فوق. هو في حد شاطر، ده إمم. حد مؤدب وشاطر وطموح ولسانه حلو، وفي حد. والله مش دايمًا. أنت وحظك بقى يعني. إحنا بنتكلم عن الناس اللي توصل لمراحل متقدمة. في الآخر هو الموضوع يعني يعني لو النجاح من 1 ل1000، فإحنا دايمًا أنا باتكلم وأنا شايف ال1000، ممكن إمم. حد يتكلم وهو شايف رقم 9. إمم. فأنا باتكلم على ال1000. فأنا باشوف إن ال1000 هو واحد عنده 9 من 10 في كل حاجة. طب الذكاء الاجتماعي أو الذكاء المهني أو لمّا تيجي تدمجه مع ذكائين إمم. وتعمل شراكة، أنا من الناس اللي بيخافوا من الشراكة، إمم. باخاف أختلف، باخاف أدخل مثلًا مع حد صديق ليّا والّا واحدة صاحبتي في أي حاجة، يعني أخاف أخسرها، إمم. إمم. فالشراكة ظروفها إيه بقى؟ والله أنا باشوف إن الشراكة أنتم بقى لكم قد إيه شُركا؟ يعني داخلين السنة الجاية 10 سنين، إمم. السنة وإيه الجاية إيه 2025 10 سنين. وإيه الأخبار؟ يعني تمام؟ تمام من حيث المبدأ طالما في أهداف مشتركة، تمام من حيث إن إحنا بنكمّل بعض، تمام إن إحنا عندنا نُقط مشتركة بنمشي عليها، إمم. عندنا هدف مشترك، عندنا منهجية بنشتغلها. طب حصل خلاف، أكيد بيحصل، أكيد أكيد بيحصل. بتديروا الخلاف إزاي؟ في لغة حوار، إمم. يعني اللي في صالح الشراكة بنعمله. دي لغة حوار شبه اللغة اللي بتحصل في المواقع؟ اللي هو الدخلة بتاعتكم أنا عارفة أصل الدخلة دي، الدخلة بتاعة إنك لميت وأنهم ميتون ده شبه الخلاف اللي بيحصل مع المقاولين والّا إحنا بنشد مع بعض كده شوية وبعدين إيه لأ تعالَ نقعد بقى إيه قدامي على أوضة لأ الاجتماعات؟ بُصّي، أنتِ ما بتبقيش عارفة الخلاف جاي إمتى وفي أنهي نقطة وبتختلفوا على إيه، إمم. بس في الآخر اللي بيخلّي الواحد يكمّل إن دايمًا الخلاف على المصلحة، إمم. أو على إن إحنا نعمل حاجة كويسة، إمم. مش خلاف في حاجة برّه الشغل، وإحنا يعني دايمًا إحنا بنختلف جوّه الشغل. الهدف واحد وعارفين إحنا رايحين فين ولمّا يحصل خلاف نرجّع بعض على الtrack صح والّا؟ بُصّي، خلّينا نحدد أول يعني أنت عايز تروح فين. إمم. يعني دي أول حاجة لازم يعني عارف الناس اللي بتروح gym تقول لك أنا مش عايز أبقى big رامي. أنت آه. أصلًا مش هتعرف تبقى big رامي. يعني يعني لأ، بس أنا مش عايز أبقى big رامي، أنت ما تعرفش. فهي القصة كلّها أنت عايز تبقى شركة إمم. والّا عايز تبقى فرد؟ صح.
عشان بس يعني احنا خلينا نحط بس كده خط. مم. يعني انت مثلا لو قلنا ان في مصر شركه زي السويدي، عايز تبقى كيان عايز تبقى كيان ولا ولا عايز تبقى عايز فرد؟ فانت مهم قوي ده ليه مميزات وعيوب، مم. وده ليه مميزات وعيوب. فانت يقول لك آه. ايه، زي واحد يقول لك انا ما بحبش اتجوز، مم. مش هيبقى عندك اسره، مم. بس سهله، مم. مش هيحصل يعني العالم مش ممكن هيقف. تستمتع بحياتك اكتر اه بس ما ما عندكش اسره، يعني في فده حاجة دايما اختيار هتفضل مفقودة. فانت اختيار عايز تبقى شركه لازم تبقى اسمها شركه. مم. ما فيش شركه فيها شخص واحد، مش اسمها كده، مم. اسمها شركه. فانت لازم تبقى عامل ان يبقى في مشاكل وفي نقاشات وفي مشاحنات وفي حاجات حلوه وفي نجاحات، فانت في الاخر هي شركه. مم. فالشركه عشان تبقى شركه محتاج تبقى انت الهدف ايه؟ مم. الهدف لازم يبقى واضح. عشان كده في شركات بتبدا 4 وبتخلص 10 شركاء، مم. وفي شركات بتبدا 10 وبتخلص 2. مم. هما الاثنين دول مش انجح 2، هما دول الاثنين اللي كانوا متمسكين بالشركه. مم. وحتى بتلاقي ساعتها اللي بينفصل، يا اما واحد بيعمل شركه بتبقى قدهم، او واحد خلاص بيروح في ورا الشمس. يبقى فرد لوحده ويكمل بالظبط. يكمل لوحده. فدايما الكلمه بيقول لك، هو في ناس شايفه ان انا لازم ابقى انا صاحب التورته، وفي واحد بيقول لك انا لو ليا 10% في التورته والتورته كبيره خلاص انا تمام.